السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في كليفر مامي. فيديو نصايح جديدة النهاردة ليكي في مطبخك، هتساعدك كتير، وكمان ردي على أسئلة كتير جاتلي بخصوص حاجات كتير في المطبخ. لو الفيديو طويل شوية هضطر أقسمه على جزئين إن شاء الله. أتمنى تستفيدوا. مهمة قوي وسبق اتكلمت عليها قبل كده في فيديو. الموز لما بنشتريه مش بنستخدمه على طول وناكل منه ونخلي ولادنا يمسكوا صابع الموز عادي كده. الموز بيبقى متعرض للهواء زيه زي اي فاكهة وزي اي حاجة. انما الحاجات التانية احنا بنغسلها زي البرتقال، زي الحاجات دي بنغسلها. اليوسفان دي لانه يعني بيبقى ما ينفعش ان احنا نغسله، بننضفه برضو بفوطة. فوطة مخصصيها، انا عندي فوط بخليها دايما للخضار وتغطية الخضار والحاجات الخاصة بالخضار والفاكهة. وبنشيل، بيكون في موجود هنا في طرف صابع الموز هنا زوائد، هنا شكلها بيبقى مش ظريف، شيليها. وكمان بالفوطة نضفيه من فوق ومن تحت، مش صابع صابع بس، نضفي على قد ما تقدري، مسح بس كده بيبقى نضيف زي الفل، وانت هتحسي فعلا بالفرق. وبصي في الفوطة، وممكن لو الموضوع زايد شوية خليها فيها بخة مية بسيطة، وشوفي الفوطة هيطلع فيها ايه. كل ده بيخرج في ايدينا وايدين ولادنا. بالنسبة للعيش الفينو اللي بيبقى مننا خاصة فترة الدراسة أو لو بتجيبيه للعشاء، فما تستنيش إنه العيش يبوظ عندك. خديه وقطعيه بالشكل ده، بالطول بالشكل ده، بتقطع بالشكل ده بشكل عرضي كده، بيبقى زي الفايش بالظبط اللي احنا بنشتريه جاهز من بره. بحطه يتحمص في الفرن، او بعد ما تطفي الفرن من اي استخدام ليكي حطيه يتحمص، او بعد استخدام الشوايه بيتحمص خالص. وخدي منه واطحني منه واعملي البقسماط الخاص بالبانيه، او في علبه بحطه وبستخدمه زي الفايش. حط عليه جبنه، حط عليه زبده وتوم وتوابل اعشاب وجبنه. استخدميه للفطار، لنقانق جنب الشاي، فبيبقى جميل قوي. طبعا حاجه كنتي هترميها ما ترميهاش، استغليها زي ما قلت لك، الاستغلالات اللي قلت لك عليها دي كلها. وفي علبه، وبحط العيش فيها واسحب منها زي ما انا عايزه. لما تغسلي مواعينك لازم تنشفيها بعدها وتشيليها، خاصة الحلل والحاجات الستانلس، لانها لما بتتنشف على طول بتفضل واخدة لمعتها وبتبقى نظيفة، مفيش فيها اي بقع من المية اللي بتنشف عليها، فبيبقى شكل الحلة زي ما هو جميل ولامع وفعلا بان نظافته. كمان بتتخلصي من شكل المواعين المزعج اللي بيكون موجود في المطبخ. حاجة برضو مهمة بتفرق من ست لست، تفاصيل صغيرة. وقت ما بتقفي على البوتاجاز وبتطبخي تعملي اي حاجة على البوتاجاز، المغارف والمعالق اللي بتستخدميها حطيها في اي صينية يكون عندك مناسبة لحجم المعلقة، بحيث ان انا ما استخدمش صينية مثلا قصيرة وصغيرة والاقيها بتقع. ممكن تحطيها بالشكل ده، لكن لو الصينية عندك صغيرة ومش متاح بقى عندك فحطيها بالشكل ده لو المساحة قليلة لحد هنا مثلا. لكن لازم نحطها في صينية، في طبق، في اي حاجة. في حاجات زي دي موجودة في السوق، وريتها لكم قبل كده عندي، جميلة برضو، ممكن تستخدميها، شكلها ظريف، ممكن تسيبيها موجودة على طول في المكان ده، وبرضو بتتغسل ونهتم بيها مع غسل الحاجات دي. من الحاجات اللي بنستخدمها في التنظيف ومش بنهتم بنظافتها، زجاجة الصابون، وبخاخ التنظيف اللي انت بتستخدميه في التنظيف، وعلبة الصابون اللي انت بتستخدميها في غسل المواعين. برضو لازم نهتم بيها بنفس المنظف اللي بتنضفي بيه على فوطة، ويفضل تكون مبلولة، وبتحطي من المنظف والمطهر بتاعك وتنضفي كل الحاجات دي. والعلبة اللي بتغسلي فيها المواعين بعد كل مرة بتخلصي فيها، تخلصي من الباقي، ما تحطيش صابون كتير من غير لازمة، كل ما تحتاجي بس حطي. وتغسلي الليفة كويس، تحطي عليها شوية من الخل، او المهم تسيبيها بتبقى ناشفه. في جدل كتير على الخل، مش عايزه ادخل في تفاصيله. لكن انا دلوقتي الحقيقه اللي لجأت له واللي هعمل لكم فيديو خاص بيه، وبقول علشان في ناس بتحب تدخل تاخد الافكار، بس ما علينا. قشر الليمون، الليمون ده هعمل لكم في فيديو عنه، عن ميه الليمون ازاي نستخدمها في التنظيف وفي التطهير. لكن لما بتاخدي نص ليمونه اللي انت عصرتيه في اي اكله بتعمليها وحطيها هنا في ميه الصابون هنا، الزيوت العطريه اللي موجوده في القشر نفسه بتدي ريحه حلوه للمواعين، وكمان الليمون بيبقى مطهر لما بتفضل موجوده هنا في الصابون. تخيلوا الريحه اللي بتخرج اللي مش هتتخيلوها، جميله جدا، وفعلا بيساعد على التنظيف وضمانتي تطهير
امن وصحي. ان شاء الله اعمل لكم فيديو مخصوص عن الليمون، وبرده هيظهر لكم هنا دلوقتي بطاقة فيها استخدامي لمية الليمون، ازاي بعملها واستخدمتها. ويفضل انه علب الصابون والعلبة اللي بتغسلي فيها المواعين تحطي فيها صابون المواعين ما تكونش موجودة على الحوض. ده الافضل والشكل الاحلى، وده اللي انا بحبه. دايما بحطها تحت الحوض بالشكل ده، يكون يعني الشكل جميل ومريح وحلو. سواء هنا تحت الحوض بوكس جميل وحطي فيه كل منظفاتك، وكمان الصبانة اللي بنصبن فيها المواعين، فيبقى شكل الحوض على طول جميل. فالافضل حطي ورد جميل زي ده، احلى كتير من شكل الصابون هنا. لكن لو مش متاح ليكي بقى انك انت تحطي تحت الحوض، مفيش مشكلة، بس حطي بوكس ظريف وشكله جميل وحطي فيه حاجتك. لو بتعملي إعادة تدوير للعلب الموجودة عندك من علب التلاجة وحاسة إنها غير صحية، أو بتغيريها لأنها حصل فيها أي مشكلة مش هينفع إنك تتعاملي فيها مع المأكولات بتاعتك، فاستخدميها كمنظمات. أنا هنا استخدمت دي علب بالنسبة لي مش حلوة في الاستخدام ومش متأكدة منها، وبغير زي ما قلت لكم، فبستخدمها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. نظمت فيها الصابون اللي انا بستخدمه هنا في المطبخ، ليه في المواعين والسلك الستانلس برضو حطيته هنا. فاستغليت العلب بالشكل ده، وشكلها جميل وظريف ولونها شفاف بيبين لي الحاجات اللي موجودة جواها. او استخدميها في تنظيم حاجات صغيرة، مثلا يعني علب صغيرة زي دي بدل ما تكون في الضرفة مرمية او في الدرج، بتنظم الحاجات دي وبتاخد كمان حاجات تانية انا واخداها كمان منها، بتاخد كميات كويسة. او علبه زي دي كانت لانش بوكس قديم ومكنتش متاكده ان هو صحي، برضو استخدميها في حاجات صغيره بتحتاجيها في المطبخ. حطي فيها في ادراج، في كومود لو شكلها ظريف، في اي حاجه تنظم لك الحاجات الصغيره اللي زي دي، بتخلي شكل المكان. اول ما غسلت الاطباق تخلص لازم تفتحيها، علشان البخار اللي خارج اللي انت شايفاه دلوقتي ده لو فضل موجود على المواعين بيخلي المواعين تبقى ليها ريحة مش ظريفة. فلازم نفتحها، وكمان نخرج الأدراج شوية لبره علشان تبدأ تبقى فيه تهوية لها، ما يكونش فيه البخار مكتوم جوه الغسالة. هشوفكم فيديو جديد لكليفر مامي. السلام عليكم ورحمة الله.